السلام عليكم البنات، عجركم مبروكة. اليوم جيتكم بالملوي اللي تيكون معمر بالشحمة وممكن ديروا أي مكونات متوفرة عندكم أو الخضر اللي متوفرة عندكم. كما كتشوفوا كيجي ناجح، ما كتخرجش لينا العمارة. غنخدم معكم الطريقة ديال التوريق ديالو، كيفاش أنكم تعمروه بالحشوة، والطريقة ديال الطياب. البنات ما غندويش بزاف في الفيديو، وما غاديش نزرب الفيديو لأن الفيديو شارح راسو لراسو. كما كتشوفوا المسمن ديالنا كيجي مورق، ما تيجيش غليظ وكيجي رقيق. هنا بالنسبه للعجينه، اول حاجه البنات نتوما غتخدموا العجينه ديالتكم اللي مولفين كديروا عادي، قياسكم ديال الفينو مع قياسكم ديال الدقيق الرطب، وتعجنوا تخليو العجينه ديالكم ترتاح واحد شويه، وتقطعوها صغيره كريات صغار اللي غادي تعمروهم، وغتبداو تطلقوا العجينه ديالتكم بحال ما هكا. العجين باش كتعرفوه ناجح هو من انكم تبداو كتطلقوا العجين ديالكم ما كيتثقبش معكم. هنا كنورقو بالفينو. انا هنايا راه دايره يعني دقيق الزرع دوزتو بشطاطو، يعني هذيك السميده اللي كنفرق بها راه دقيق رطب ديال الزرع، وبيه باش عجنت يعني زلافه ديال الفرص الرطب مع نص زلافه ديال الفرص حرش. درتو جوج زلايف فرص رطب، غديروا زلافه فرص حرش، وانتم غاديين يعني تضاعفوا الكميه على حسب شحال بغيتو ديروا ديال المسمنات. هنا بالنسبه لهاد الملوي البنات غنخدم معكم طريقه كيفاش تعمروه وهو مربع. بالنسبه للحشوه انا هنايا البنات راه ديجا شحرتها. انا هنا عندي خيزو حكيتو. ممكن تحكوه جوليان، ممكن دوزوه في هشوار. انا دوزتو في هشوار رقيق مزيان، مع كذلك واحد شويه ديال القرعه حتى هي، وواحد شويه ديال البرو او البصله خضاريه. شحرتهم مزيان مع كاع العطريه، درت لهم شويه الملحه، شويه الابزار، شويه ديال الزعفران، ودرت لهم واحد شويه ديال الخرقوم، بالإضافة كذلك لواحد شوية ديال الشحمة والهريسة والزيتون حتى هو دوزتو في الهاشوار، قطعتو شوية رقيق. رديت كلشي تشحر، من بعد ما تشحر لي عاد ضفت عليه الزيتون والهريسة، وخليت الحشوه ديالتي حتى بردات وعمرت بها. كنعمرو المسمنات ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل، وكنحطوهم. اهم حاجه باش يجينا المسمن مورق البنات، نخليو العجينه ترتاح لينا واحد شويه، ومنين نكونوا كنطلقوها هنا ما غنكثروش كميه الزيت كثيره، فقط كندهنوا يدينا باش يتطلق معنا العجين وما يتلصقش لينا على سطح العمل. واهم حاجه هو انه نورقوها مزيان حتى يبقى يبان لينا سطح العمل ديالنا. كما كتشوفوا راه هذاك الكروات ديال الزليجه راه كيجيو باينين في المسمنه، يعني راه سطح العمل تيبان. كتفرقوها بشويه ديال الدقيق او لا فينو على حسب شنو غيكون عندكم نتوما، على حسب باش خدمتو، مع شويه ديال الزيت، وكطويوها. عاد من بعد كتبداو ديروا الحشوه ديالكم في الوسط، كنا متاكدين انها ما غاديش تخرج. وغتشوفوا الطريقه ديال الطياب. بالنسبه لطريقه الطياب البنات انا ما جربتهاش معكم، وهنا راه خدمت بواحد الشكل اللي هو ثقيل باش تشوفوا كيفاش ممكن تصوبوا المسمنات ديالكم باش يجيوكم مورقين. واهم حاجه في كل شيء هي الطياب البنات. يمكن كتحطوا المسمنه ديالكم كدهنوها بواحد شويه ديال الزيت، وكتبداو تستمروا في التقليب، يعني ديما كتقلبوها وتتحاولوا ان الجناب يطيبوا لكم مزيان، وحتى في التكراس حاولوا تركزوا على الجناب اكثر من الوسط باش ما تثقبش لكم مسمنه. نخليكم مع الفيديو، نتمنى انه يكون واضح وتجربوه، وغير خاوي يديكم مع العجينه ما تخلعوش معها، راه حتى هي غتسعف معكم.